السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، حبايب فراويلة، عاملين ايه يا اخواتي وحبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم فراويلة، هنتكلم النهاردة في كام موضوع يا حبايبي. وانا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيعملوا لي اللايكات واشتراكات، يا رب ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. هتتكلم عليا فراويل، انا هتكلم على محمد البورسعيدي. الف مبروك. طبعا طلع علينا بالمدام، العروسه الجديده. والعروسه الجديده كانت طالعه امبارح عامله بس طبعا مش وقته خالص وبس. مش حلو خالص وبس غير موفق. وطالعه عامله عمايلها وعماله طبعا تتكلم على سلمى وبتتكلم في حاجات ملهاش فيها. وهي محروقة على بنتها، ان سلمى بتقول تقريبا قاعدة مع عيال في أوضة. طبعا اعلنت النار. بس هي طبعا محلله لنفسها لما تقول انا هاخد مالك من امه. انا هاخد مالك منها. وانا اعتبرت عيالك ايتام، امهم ماتت وانا هناخد مالك. انا هاخد مالك منك، انت بتاع ايه تاخدي ولا تسيبي؟ انت عايشه وانت اتجوزتي وربنا يعمر بيكي. بلاش غلط، بلاش قلة أدب. والعيال الصغيرة ما تطلعوهم من وسطيكم. وطالعة تشتمي وحسبي الله ونعم الوكيل واحنا مش شايفينك. يا مستفزة يا مستبدة. وحاطة موس في بقك وعمالة بصراحة ربنا تتعوجي شمال ويمين. انا مش عارفة على خيبة ايه. وهو بيكرهك وهو مش طايق يشوفك. طب ما احنا عارفين ان هي بتكرهه هي اللي مش طايقة تشوفه، مش هو اللي بيكرهها. هي اللي سابته، هي اللي خلعته، هي اللي رمته. هو بعد ايه؟ هو قاعد سنة ونص كان يحاول يطلقها من الأستاذ أحمد، وطبعا فشل وما عرفش. وبعد كده لجأ لك انت للجواز. ربنا يعمر بيكي. وانت متعلمة وست فاضلة. وطبعا بتتكلمي ربنا والرسول، وعمالة تتكلمي طبعا بالدين والإيمان، وتضربي ثلاث أربع كلمات كده من تحت الترابيزة مالهمش أي 30 لازمة. وقول يا محمد ان هي خانتك، وقول ان هي سابتك، وقول ان هي خاينة. وقول وقول، وعمالة طبعا تحرضيه ان هو يتكلم. قول انت ضربتها بالنار ليه؟ احنا عمرنا ما سمعنا ان هو ضربها بالنار وما قالش ان عشان خاطر خيانة ولا عشان خاطر اي حاجة. الكلام دوت انت لسه اللي قايلاه، والكلام ده احنا سامعينه. وعيبة ما تتكلمي في اعراض ولية وانت ولية. وعيبة ما تتكلمي في حاجة انت ما كنتيش حاضراها وما شفتهاش بعينك. وانت حتى لو شفتي يا شيخة خليكي ستوري على ولية زيك زيها. وبلاش الكلام اللي انت بتتكلميه. دي واحدة على ذمة جوزها، وواحدة متجوزة، وواحدة على ذمة جوزها بقالها كام. انت مش طايقة كلمتين قالتهم على بنتك العيلة الصغيرة ام 10 سنين. بس انت عمالة انت خاينة. انت قطعة اهلك. خدني من بيت اهلي وانا اتجوزت ولبست فستان. انت خدت من الزباله. قول يا محمد. ومحمد طبعا قاعد نايم في البث، وقاعد مدلدل دماغه مش عليه بس غير ان هو اخ وطف واخ وطف. الله يقرفك، قربت لنا معدتنا يا شيخ، ربنا ينتقم منك. واخر قله ادب. وانت ما اتجوزتيه ما كنتيش عارفه ان هو سباب اعراض. ما عتقش واحده لما يتكلم عليها. صدفه بنت حسن. لا دي مش بنت حسن. وقعد يتكلم على ناس كتير. وبنت ايمان عبده طبعا ما سلمتش منه. وبسمله بنت مها نجم طبعا ما سلمتش من قله الادب والسفاله. ولحد من فترة بسيطة كان عمال يناشد في حسن روح شوف بنتك، بنتك اللي بتنام مع العرباوي، وبنتك اللي قاعدة مع العرباوي. وآخر سفالة وآخر قلة أدب. وعامل عمايله دلوقتي اما اتجوز وفتح بيت ولقى واحدة تلمه. عامل فيها ان هو الملاك الطاهر اللي مش عايز يتكلم وقاعد مدلدل دماغه. وسايب المدام مطلوقة اول مرة طبعا تشوف كاميرا، واول مرة تقعد قدام كاميرا. قاعدة مبدعة. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وانت يا استاذ جوزها لمها شويه وهو مش شايفك. وانا جوزي لا مؤاخذه يا بابا، لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا بابا، انا جوزي كان ضابط في الجيش. طب لما جوزك ضابط في الجيش ايه اللي خليتي طلقتي منه وخدتي واحد سوابق زي محمد البورسعيدي؟ معروف طبعا عنه ان هو انسان مش كويس خالص. من ايام ما كان مع سلمى مش دلوقتي. وهو مش كويس وانسان سباب اعراض. وما انت ست محترمه ومتعلمه وما فيش زيك اتنين. واللي خرطك ما خرطش غيرك. خلاص خليك انت احسن.
خلاص خليكي في عيالك وفي بيتك وفاتحه صفحه جديده. خلاص، ولسانك اللي عايز يتقص منه حته ده، اللي كل ما تصوري صوره تحولي في عينك وتطلعي لسانك زي لسان الكلب كده مدلدلاه، هو ده برضو من باب الاحترام؟ انا مش جايه عليك عشان خاطر انا مع سلمى ولا حاجه، لا، سلمى زفت وطين انيل منك برضو. بس ايه يعني وجهه النظر في الصوره البيئه، الصوره اللي انت بتطلعي لسانك على جنب وقله الادب اللي انت بتعمليها دي، ايه يعني؟ ايه وجهة النظر في الصور بتاعتك دي؟ انت خلاص عملتوا بيت وعملتوا، وبنتك طالعة الاولى، وبنتك ما فيش منها اتنين، وبنتك كويسة خلاص يا ستي، وانت فتحت صفحة جديدة، لم جوزك ولم عيالك، وملكيش دعوة باللي معاها، وملكيش دعوة بمالك، مالك مع امه، وانت مالكيش دعوة، انت خليكي في اللي انت فيه. انت خليكي في اللي انت فيه، وخليكي مع العيال اللي معاكي، ربي بس اللي انت معاكي، وهناخد مالك منك. مش هو ده اللي بيضايقك يا مستفزه؟ يا مستفزه، طب تشيلي الموس اللي في بقك الاول وبعد كده تبقي تتكلمي. انت طالعه لنا بموس في بقك، وهي بتقول لعيال الشمعه، وهي غيرانه منك يا حبيبي. طب ما هي لو بتحبه وغيرانه منه ما كانتش سابته وراحت اتجوزت غيره، ايا كان بقى، ايا كان، خدته على حب خدته على كره، اهو بقى جوزها وبقت مراته على ذمه بعض وخلاص. انتوا ما تتكلموش في الماضي، انت مالكيش ان انت تتكلمي في اي حاجه، حاجه لا تخصك ولا حاجه تيجي يعني انت مخليه جوزك قاعد ترتور، وانت مخليه جوزك حسبي الله ونعم الوكيل، انت عندك فجور، انت عندك فجور. هو في ايه؟ في ايه؟ ايه الاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه؟ وايه الاسلوب الزباله اللي انت طالعه بيه واول مره تشوفي كاميرا وعامله عمايلك؟ وانتي جابك من صندوق الزبالة، وانتي مش محترمة، وانتي امك ست محترمة واختك ست محترمة، تعرفي امها منين وتعرفي اختها منين وتعرفي عيلتها منين؟ انتي تعرفيهم منين؟ انتي حاجة ما تخصكيش ولا امها ولا عيلتها، حاجة ولا و... وسيبينا في حالنا، مالكيش دعوه بينا، سيبينا احنا مش شايفينك، احنا انت مفصصه لها البث بتاعها كلمه كلمه وحرف حرف وحركه حركه، وانت مش سايبه لها اصلا فيديو الا كل حاجه بتتكلمي فيها، انت كل حاجه بتتكلمي فيها. وطلعت طبعا سلمى النهارده ردت عليه وعلى حرم الشمعه، وانت بتقلب الحريم في الفلوس، وانت بتاخد من الحريم فلوس، وقاعد طبعا الاستاذ احمد قاعد جنبها عمال طبعا يبخلها، وانت بتقولي لها انا هقفل لك القناه، وانا هخلي المدير مش عارفه يعمل ايه، وهخلي، وطالعه انا بناشد المديريه، وانا هروح اقفل لك القناه، وانا حقوق الطفل وحقوق الامهات، وعامله عمايلك، وانت بصراحه ربنا مش سهله، وانت بادئاها بدايه زي الطين على دماغكم، وبدأها بداية وحشة قوي، وحاشة نفسك في اللي مالكيش فيه، وعمالة طبعا وده جوزي، وده انت بقالك 3 ايام يعني، لا بقالك سنين محروقة عليه، ولا بقالك عمر محروقة عليه، ولا باقي على عيش ولا على ملح ولا لحقتي عيش ولا حتى تراب. فاهدي على نفسك كده شوية عشان لسه المشوار طويل، واشربي كوباية ليمون ساقعة كده تطري على قلبك وتهدي أعصابك. انت مش متجوزه ملاك، انت متجوزه اكبر سباب اعراض، انسان مش محترم، ما سابش حد طلع من تحت ايده، ولا صغير ولا كبير، وانت اكبر سباب اعراض. ما يغركيش ان قاعد مدلدلك دماغه كده ومعلي طاسه قوي ومعمرها، وكل شويه بس يتف، وقرف الناس وقرف المتابعين، وعامل عمايله، وانا يا راجل يا بارد لم مراتك يا راجل يا بارد، وانت قاعده تشربي سجاير من ورا الكاميرا، وانت قاعده تشربي، ما تشرب سم ولا تشرب سجاير، ما جوزك كان بتشرب سجاير ايام، وكان بتشرب حشيش، وهي يعني سلمى كانت بتصلي كل جمعه يعني مقام في جامع، ما سلمى زفت وطين ومحمد زفت وطين، وانت انيل منهم على فكره، انت مش سهله، انت اسفت منهم ومش سهله، اوعي تفتكري ان انت سهله، لا 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 لا، ده انت من اولها، والصور واللسان شمال واللسان يمين، انت برضو وعره قوي برضو مش سهله.
وكل واحد فيكم شق طريقه، ربوا العيال اللي معاكوا وتعاشروا بعض بالمعروف، لا تفرقوا بعض بالمعروف. انتوا فرقتوا بعض خلاص، يعني يا ريت يبقى في ما بينكم احترام وادب. وكفاياكي بقى دعاء وحسبان وانا هقفل لك القناه، وانت بتاعت امبارح هتقفلي لها هي القناه اللي بقى لها 100 سنه على اليوتيوب. ايه هو يعني؟ هو كل من هب ودب هيقفل القنوات، وكل من هب ودب هيطلع للناس ينيمهم من المغرب؟ هو في قله الادب دي؟ اتكلمي الكلام اللي انت عايزه تتكلميه، لا اكتر ولا اقل. وبلاش تغلطي في الناس، وبلاش تسب اعراض زي جوزك وسببت اعراض. انت سرقتيه، انت حراميه، انت خنتيه، انت وشغاله سلخه على سلمى. وانت كنت شفتي منين الكلام ده؟ انت سمعتيه من واحد كذاب قال لك الكلام دوت. انا مش بقولك الكلام ده ان سلمى كويسه ولا لا 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 لا، سلمى بقولك اسفت من الكل، بس انا بقولك يعني انت ما شفتيش بعينك، ما سمعتيش بودنك. حرام، بتشيلي وزرها ليه؟ انت بتشيلي وزرها ليه؟ ايا كان هي سلمى دي ايه، انت بتشيلي وزرها ليه؟ انت ليش وزر حد؟ انت زعلانه ومحروقه عشان اتكلمت على حته عيله. طب ما انت، ما انت ماسحه بيها اليوتيوب امبارح وعياط ونهنها وعامله عمايلك وصوتك قد كده، وعماله تخني في صوتك وترفعي في صوتك وعامله عمايلك وقعت جنبك زي الدلدول، ولا ليش اي 30 لازمه. ما تحترموا نفسكم بقى، وما تقرفوناش في عيشتنا. مش هي تطلع بس وانت تطلعوا بس، وهي تطلع جوزها جنبها، وهو يطلع مراته جنبه، واحنا لينا احنا القرف. الله يقرفكم، الله يقرفكم، قرفتونا. هنلاقيها من التفافه، ولا نلاقيها من سب الاعراض، ولا نلاقيها من وجع البطن. الله يوجع بطنكم، جابكم داهيه. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايكات واشتراكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.